إذا تحبون الربيان وتحبون الكريمة، هذه من ألذ وأسهل وصفات ربيان بالكريمة ودبس الرمان. الطريقة: أول شي تجيبون الربيان تحطونه في صحن، بعد ما تنظفونه عدل تحطون فيه عصرة ليمونة كاملة، بابريكا، بودرة ثوم، ملح وفلفل أسود وبودرة كمون. وهني أنا خلطت كل شي رباعة، وعقبها نسيت أحط خاشوقة طحين. الطحين بيخلي قوام الكريمة يكون أثقل وأحلى، وبيكون كل شي متماسك رباعة. وأخليها 15 دقيقة. حطيت خاشوقة زبدة، وعقبها حطيت الثوم، لمست الثوم لين طلعت ريحته، وعقبها حطيت الربيان. أول بادي أخليها دقيقتين في طرف، وعقب أقلبها دقيقتين الطرف الثاني. عقبها بحط كوب من كريمة الطبخ. إذا تبون قوام الكريمة يكون أخف زيدوا من كريمة الطبخ. وجبت نص كوب ماي حطيت فيه زعفران، وحطيت تقريبا حزمة بقدونس مقطعتها صغار، يعني لاني احب البابريكا فزدت شوي بابريكا. اذا بتطبخون الربيان نفس كذي ماكسيموم ياخذ 10 دقائق، اصلا حول 6 دقائق وتتسبك عندكم الكريمة. هني عصرت ليمونة وحطيت دبس الرمان بس ما صورت، وهني حسيتها شوي ثقيلة فزدت كريمة طبخ. اذا تحبونها سبايسي حطوا فلفل حار. وهذا شكلها بعد ما تسبكت، يا تقدمونها مع العيش او تقدمونها مع الخبز. كل كوب عيش كوبين وربع ماي. طبخت العيش مع الخضرة المجمدة، واخر شي حطيت الربيان بالكريمة فوقها. انا مكلتها كانت وايد لذيذة بس ناقصنها ملح، بس لاني كنت صايمة فما طعمتها عدل. هني حطيت الرمان. طبعا الربيان لازم ينأكل مع الليمون. وهذا شكله، وان جربتوها بالعافية عليكم.